تجيب شوي شوي تكون حامل بخبز وبطلع على البراد كمان برد. لا بساوي هيك فكرك يعني الزلمة معلم عمر لا وظيفة ولا تقاعد ولا شيء. نشكر الله شبر أرض ما لنا تسعد له ما اشترينا الحمد لله. نشكر الثمن موجود الزبدة موجود البيض موجود. اتلجت الدنيا صارت ثلج متر قبل 7 سنوات. الدار مسكرة علينا والبقر بقى 10 حلابات. أحلب الحليب وقطعة الكهرباء خلقوا عيدي وحط بالدبابة وادم له بالثلج برا ادم للدبابة. ثامن صار بيجي 15 دبية فتحة الطرق. شالوا راح وداه للحلاب. الناس تجيب خبز أنا طحيني عندي أوقد وأخبز ووزع على الجيران من فوق السلسلة. الدجاج مضروب من الثلج أجي وأخذ البيل معي والمي الساخنة والعلف أضي عليه بالحمام تبعاته فيأكل ويشرب. أطلع ألاقي البيض عنده يجي كرتون. أطبخ رز بحليب للأولاد وأسلق بيض وأعمل قراص عجة ونخبز على الفرن. يقولوا ما بتشتروش خبز انتم مالكم هون على الهاتف ما بتشتروش. قلت أنا ما بشتريش بعون الله ما بشتري طول ماني عايشة الحمد لله. تسلمياتك يا حاج الله يبارك فيك يرضى عليك. سعد صباحك يا أردننا ويدوم عزك يا وطننا. سعد صباحك يا حاج شو الفطور والله يسلم يديك يا حج على بدي رئيسك. انا معزب ضيف عندي. تفضلي خيي تفضلي. ضيف عندي من خير الله. تفضل عمي. الحمد لله. يلا مدة يعني ما ضلش كل شيء. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. حجي هذا الزيتون شغلك؟ هذا زيتون بلدي من زيتون. في زيتون نبالي ما يعني طعمته مش كويس زي المكبوس لك. حبيت أعمل بلدي لأن طعمته كويس. والبيض هذا من دجاجنا بلدي كمان. والزيت من زيتون والزعتر زارعه أنا. واللبن هذا من رايب البقر تبعي. والله. وهاي الزبدة كمان عملنا زبدة خضينا طلعنا شنينة وهاي الزبدة شخلنا الشنينة لبنة اللي بيجي عباله اللي ما بدهوش رايب ذوق اللبن. بدي أذوقها والله يا حبيبي. ذوقها بالعافية. أهلا وسهلا بيك. واجبك أكبر من هيك. الله قوله. الله يسلمك. نور يلا عمو. أيوة صحتين ما تشاركونا يا جماعة. والله زيت الزيتون شغل هذا يعني انت بتسويه؟ أنا بسوي. كيف والله بتسويه؟ كيف بتسويه؟ نشتري سودا ونضيع على النار بطيء. الزيتون اللي بكون تحت الزيتون له طعمه زيتون يعني شجرته من هذا؟ من شجر. من لمه شوالين 3 مش صالح للأكل يعني. أيوة له طعمه. ندرسه لحاله ونعمل الزيت تبعه صابون. سنة سنتين تنخلص. والله يا حج انت عم تعطينا كل شوي مفاجآت زيادة. يعني مفاجآت مفرحة يعني هذا الزريعي هاي أنا والأولاد هم صغار نزرع. هالسعيات الأولاد كل واحد بشغل. أنا يعني 2 بالدار أولاد 2 بعدهم يعني لا بالجيش ولا بإشي وبساعدوني ونزرع بوخذوا بالبكم وببيعوا يعني مليح مقدين حالنا ونجيب مثل هيك قضبان حديد وعندنا مكنة الحام بلحموهن هم ونشتري البلاستيك والأولاد اللي بيصنعوه لحال يعني بدون ما أعرفهم بس شاطرين هم بيشتغلوا.
أشجار سوم وأوديتها ورؤوس جبالها